هو انت قصدك ترميها؟ انت قصدك ترميها؟ انا حاسس ان انا رحت ايطاليا. خباك انا في اسكندريه. باخد غزل ومقاشيف غزل ومقاشيف وبوس وبوس. وعلبة مخصص وبنزل اشتغل على البازار. الصوره بكام؟ يعني بيظبطوا الدنيا. الصوره بكام بقى صاحبي؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ ده رخيص جدا. يعني كاميرا بجد والله ده رخيص جدا. يعني يا جماعه تخيلوا ان المركب ديت ممكن تقعد 3 4 سنين عشان تتصنع وتقف على رجلها. بصوا جمال اسكندريه يا جماعه. شارع النبي دانيال. يا جماعه الدنيا هنا متنوعه جدا. اول مره في حياتي اجي مصنع مراكب في اسكندريه. ضخمه جدا يا جماعه. بص انا جنبها قد ايه ضخمه يعني. معبد اليهود هنا ورايا. المفروض ان كل المباني اللي موجوده دي تعتبر مباني تاريخيه جنب المعبد اليهودي وجنب الكنيسه. 150 حصان. انت بعد ما بتخلصوا الصناعه بتبدا انت تركب المكن. يا باشا بتاكلها بالحلال في بلدك احسن ما تركب مركب وتروح وتيجي وتعمل. يا باشا قاعد في بلدك راسك مرفوعه. تبدا بقى انت من الخشبه اللوح اللي تحت ده وتبدا بقى انت تفرع وتعمل وتقطع. ايوه. حمام السباحه فوق، المايه تحت، تدخل ب 300 جنيه. كافيه رايق، ماتشات، روقان، وجبات، مطعم. اسكندريه يا جماعه انا عايز اعيش في اسكندريه. محل موبايلات عزت. اشوف الانتيكات دي. محل كله حاجات قديمه جدا، حاجات تركي. يعني مثلا لو حد عنده ركنه في البيت عايز يعملها مثلا شكل ديكور. عزت للموبيليات. 1959 ما شاء الله. معتزين لحد دلوقتي بالديكور القديم اللي هو تحس ان هو ديكور قصور عموما. يعني في لحد النهارده ناس بتحب الحاجات دي بصراحه. جميل جدا. ما شاء الله يا جماعه بجد شغل عالي قوي. بجد يا جماعه موضوع جامد جدا. انا انبسطت قوي ان انا جيت المكان ده. انبسطت قوي ان انا دخلت شفت الحاجات دي. تصنعوا الحاجات دي لحد دلوقتي بنفس الديكور وبنفس الماتيريالز اللي هي قديمه شويه. والاسعار بقى زي الحاجات المودرن ولا بتبقى اغلى شويه؟ الحاجات النحاسيه. جيت هنا رجعت اكتر ب 100 سنه. ما شاء الله عليكم بجد. وشكرا جدا ان انت خليتني اصور وخليت الناس تتفرج على المحل ده. محل عزت الموبيليات هنا ما شاء الله. هو متخصص بالحاجات دي يا جماعه. وانا والله زي ما انتم شايفين ماشي بالصدفه. شغل عالي قوي. شكرا شكرا حبيبي حبيبي. السلام عليكم. خلي بالك انا بحب اكتشف اي حاجه. والطريقه دي عامله شغل. يا جماعه شارع فؤاد جميل جدا. والمحل ما شاء الله بص يعني تحس ان هو فعلا قديم. حتى الموديلات قديمه. بص المبنى اللي هنا عامل ازاي. المباني كلها محافظه على اللي هو التراث القديم. اول مره الف في اسكندريه. وبجد يا احمد انت لففتني جامد في اسكندريه. والله يا احمد بجد يعني انا لو في وقت هوديك حاجات اكتر بكتير. يعني لفينا رحنا اماكن كتير. شارع فؤاد ده مميز قوي بصراحه بالنسبه لي. المحلات هنا حتى معتزه بالتراث القديم والحاجات والانتيكات. محل الموبيليات هنا ده في كذا محل موبيليات حاجات قديمه. واو يا جماعه بجد ما شاء الله. الله بص الشارع. لا 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 انا كده في ايطاليا. ايه يا عم الجمال ده. بص يا جماعه انا دلوقتي المفروض دخلت ما بين شارعين. هنا شارع فؤاد شارع متفرع منه. والراجل ده راجل عسليه. حبيبي قلبي عامل ايه. حبيبي. بصوا يا جماعه القهاوي. بصوا الجمال. بص الجمال ده شارع صغير جنب شارع فؤاد جنب اللي هو موبيليات عزت. بص كل المحلات هنا والديكورات عامله ازاي. واو يا جماعه اسكندريه مليانه. اسكندريه ما بتخلصش. بص الديكورات. خلي بالك ده احنا نعتبر ما بين عمارتين. بص ستايل الكافيهات والقهاوي هنا عامل ازاي. واو واو. بص يا جماعه اسكندريه ده ستايل يوناني. انا حاسس ان انا رحت ايطاليا. خباك انا في اسكندريه. شكرا يا استاذ جهاد حبيبي.
يا جماعه المكان هنا تحفه جدا، الديكورات هنا محل جميل بصراحه، تحفه تحفه. بص اصلا واو يا جماعه انا حاسس ان انا في ايطاليا حرفيا. المطعم ده يا جماعه هنا متفرع من شارع فؤاد اسمه شيجابي. بص اصلا مدخل المطعم عامل ازاي، صغير جدا بس الشغل عالي قوي. شيجابي انا مش عارف قصه مطعم شيجابي ده ايه، بس جوه موضوع تاني خالص بصراحه. صحابه كانوا يونانيين، صحاب المطعم دوت، بس جميل جدا. بص الجمال، بص يعني انت عارف تحس شويه بخان الخليلي، او تحس انها القاهره شويه بس على اهدى. القاهره وخان الخليلي ازحم بكتير يعني. الكافيهات هنا ستايلها جميل جدا. بص الكافيه قد ايه جميل. واو. السلام عليكم. بص الكنيسه دي، كنيسه ايه قديمه جدا. حبيبي جماعه اكيد انتوا حاسين باللي انا حاسه، موضوع جامد جدا. الطريقه دي خلاص ما بقاش ليها لازمه، عايزين نقلعها. الشمس راحت. خلي بالك ده كافيه وبلاي ستيشن وتنس طاوله ومكان كامل. دلوقتي يا جماعه احنا في شارع اسمه النبي دانيال. الشارع ده في اخره كنيسه هنا زي ما انت شايف كده. الشارع ممتع جدا ونضيف جدا وما بيمشيش فيه اي عربيات، لان الشارع ده كله محلات، اسمه شارع النبي دانيال. الشارع دوت كله محلات، كله محلات زي ما انت شايف كده، مفيش اي عربيات بتمشي فيه. طبعا هو شارع النبي دانيال ده متفرع برضو من شارع فؤاد. يا جماعه المنطقه دي كلها انت ممكن تقعد تمشي 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 بجد، في اماكن كتير جدا تتمشى فيها. اتمنى ان انا اكون متعتكم باسكندريه وجمال اسكندريه. يا جماعه الجو ممتع جدا والاماكن ما بتخلصش. اصلا انك في بلد او في مدينه ساحليه والهواء يجيلك من كل مكان، ده لوحده حاجه ممتعه جدا. اسكندريه من اكتر المدن في مصر كلها فيها هواء. صباح الفل. الراجل ده خلي بالك بيصور، اللي عايز يتصور بيقف هنا بياخد اي بوزيشن وبيصور. في اكتر من مصوراتي. بص يعني هو المفروض مصورين واقفين، المصورين دول المفروض ان هم انت بتاخد الصوره بتاعتك وبتتكل على الله. تحفه. يعني هو المفروض ان هنا بالنسبه للاسكندرانيه ان هو مزار. شارع النبي دانيال يا جماعه الدنيا هنا متنوعه جدا بجد. اسكندريه متنوعه. ايوه ما هي كانت عاصمه ل3 عصور لما تبقى القاهره عاصمه، فكبيره جدا ومتفرعه. والشارع دوت اصلا حاطين زي حواجز وكده، فشكله شارع مهم جدا ومفيش اي عربيات ينفع تدخل. الشارع ده طويل جدا خلي بالك، يعني مش شارع صغير. واو بص المباني، بص المبنى ده عامل ازاي. شارع السلطان حسين. خلي بالك شارع السلطان حسين ده فيه اكتر من مدينه، زي مثلا اسماعيليه فيها شارع السلطان حسين، هنا في شارع السلطان حسين. بص المبنى ده شكله مطرز كده، تحس ان هو مبنى تاريخي شويه، عليه تاج تاج تاج. بص الجمال، بصوا جمال اسكندريه يا جماعه. خلي بالك انا مهما هتمشى في اسكندريه ومهما هروح فيها اماكن مش هديها حقها. الشوارع، جمال الشوارع، المحلات تحفه تحفه. انا بقالي ساعه عايز اروح بحري وعايز امشي اروح العربيه، عمال اتمشى من شارع لشارع. الشوارع جميله جدا وممتعه جدا بصراحه يعني. يا بخت الاسكندرانيه متنوعين جدا، متاحف، بحر، شواطئ، شوارع، اماكن كتير جدا، مطاعم كتير جدا، تحفه بصراحه. وزي ما انت شفتوا شعب لذيذ وممتع جدا بصراحه. والكنيسه دي مشهوره جدا، كنيسه كبيره جدا موجوده هنا في شارع نبي دانيال. واخر الشارع ده في معبد يهودي، يعني انت متخيل. تحفه يا جماعه كميه حاجات ما بتخلصش. كنيسه شارع النبي دانيال، وكنيسه في اول الشارع، ومعبد يهودي. يعني الموضوع هنا في اسكندريه متشعب وكبير جدا. معبد اليهود هنا ورايا، والمفروض ان كل المباني اللي موجوده دي تعتبر مباني تاريخيه جنب المعبد اليهودي وجنب الكنيسه. شكلها تحفه بصراحه، والشارع اصلا كله تحفه.
نهايه شارع النبي دانيال، الفندق اللي احنا المفروض زكي نازل فيه اللي هو نيو كابري. الشارع تحفه. اول ما بتقرب من البحر كده الهواء بيخش كده. انت عايش يا جماعه اسكندريه، انت عايش هنا عالميه والهواء تحفه. ودوت الفندق اللي بقول لكم عليه اللي هو اسمه نيو كابري. المفروض الشارع اللي هنا ده شارع النبي دانيال، بعد شارع النبي دانيال شارع السلطان حسين، بعد شارع السلطان حسين شارع فؤاد. الهواء تحفه، الهواء تحفه. مجرد ما بتطلع على البحر كده هواء ايه بيزقك. خلي بالك هنا الجراج عمومي يعتبر، والمفروض ان هنا الساعه ب 15 جنيه. يعتبر سعره كويس جدا وكبير، يعني مساحته كبيره جدا. بحري يا معلم. واحد بحري واحد بحري واحد بحري واحد بحري. اوف مش هنا كتير قوي. خلي بالك انا كل شويه ارجع الكرسي واطلع عين زكي، بطلع عينيه. تحفه. الهوا تحفه يا صاحبي. يا بختك انت كل يوم تقدر تنزل يا باشا تتمشى في الروقان ده. يا باشا انت لو نزلت مره في الاسبوع اصلا انت في السليم. لا انت السكوتر بتاعك اصلا سريع جدا، انت الله يقويك. بص الروقان، بقى موضوع الحناطير دوت اي حد بيركبه ولا لازم يكون سائح مثلا؟ اي حد بيركبه عادي يعني. حناطير كتير قوي. بتقول عليها حنطور ولا كاريتا؟ حنطور. حنطور؟ الكاريتا ديزاين مختلف عنها. لكن دي حنطور. ده حنطور. القلعه. يا جماعه اسكندريه وما ادراك ما اسكندريه. بص الاعداد جميله والهواء تلقائي. شوف بقى انت اصل اسكندريه هنا في بحري. طبعا بوابات اسكندريه كبير زي بوابه الماكس اللي احنا كنا فيها، بس متنوعه في موضوع الصيد والمراكب. هي اساسها صيد ومراكب، ففي كل مكان بتلاقي المراكب، بتلاقي الصناعه بتاعت المراكب في بحري كلها. الشط هنا زي ما انتم شايفين تحفه. المفروض ان هنا كل المراكب اللي موجوده بيصنعوها هنا. بص الجمال، بص الروقان. تعالى بقى ناخد لفه كده، ناخد جوله، نتفرج على المراكب الجميله دي وهي بيصنعوها من الصفر حرفيا. واو يا جماعه. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ اسمك كريم ايه؟ محمد. ما شاء الله عليك يا محمد. انت بقالك كام سنه هنا بقى يا محمد؟ بقالي عمر. يا انت شكلك مولود هنا. بتاعنا برضه اهو لسه طالع من الميه. ما شاء الله. بص الكلب حبني جدا، وايه هو عارف ان انا بحب الكلاب. عشان انا ماشي معاك وهو بيمشي معانا. لا انا بحب الكلاب اصلا. بتصنعوا جميع انواع المراكب. دي الورشه اللي هي النجاره، ودي المخرطه بتاعتها. تبداوا بقى تعملوها خشبه خشبه يا محمد. ايوه تبدا من اول لتحت كده بس. تبدا بقى انت من الخشبه اللوح اللي تحت ده، وتبدا بقى انت تفرع وتعمل وتقطع. ايوه انتوا اللي عاملين برضو اليخت ده؟ ما شاء الله. ده انتوا بتعملوا احجام. ده في يخت لسه نازل من شويه. الارض دي كانت مليانه فاضت منه. المفروض ان دي بيوت، ده بيت. لا ده ورشه برضه. دي ورشه بس انتوا بتقعدوا فيها يعني. اتقفلت. كل دي ورش. بس حلوه المركب دي. بس خلي بالك ده انا حاسس ان هو مش خشب. لا ده خشب فايبر. خشب فايبر. بعد ما بتخلص الصناعه يخش جزء الميكانيكا. ايوه. ما شاء الله عليكم بجد. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ازاي صحتك؟ دي امها 150 حصان. 150 حصان. انت بعد ما بتخلصوا الصناعه بتبدا انت تركب المكن. ما شاء الله عليك. ربنا يقويك يا صاحبي. بقالك كام سنه هنا بقى؟ والله بقالي عمر انا. بس شكلك مش مصري خالص. لا مصري انا مولود هنا في بحري. ما شاء الله عليك. شكرا جدا. دي بقى عشان بتعملوها من الصفر، بتاخد منكم ايه؟ وقت كبير جدا. يعني انت ممكن تقعد سنه ونص تصنع فيها. اكتر من سنه ونص. بصوا يا جماعه، يعني انت ممكن تقعد سنتين عشان تعمل اليخت ده او المركب دي. ضخمه جدا يا جماعه. بص انا جنبها قد ايه ضخمه يعني عندهم في اكبر كمان. طبعا يا محمد كل ده ورش، وكل ورشه بيحطوا قدامه المراكب اللي هو بيعملها. تاخد بقى شهر 2 3 سنه هو بيحط قدام الورشه اليخت او المركب اللي هو بيصنعها. الثلاثه دول تبع الورشه اللي هناك دي. بتقعد بقى يا باشا الورشه دي تقعد تصنعهم سنه 2 3 حسب السيوله. هي واقفه وهم واقفين بيصنعوها
كده قدام البحر. أيوة. يعني يا جماعه تخيلوا ان المركب ديت ممكن تقعد 3-4 سنين عشان تتصنع وتقف على رجلها. أيوة. من مرحله الخشب لمرحله الخنادق اللي بيعملوها تحت والغرف لمرحله أيوة. المعجون والعزل، ده مراحل كتير جدا وبتفرق برضو حسب السيوله. الهواء يا جماعه كان ممتع. في مركب وانا عندي 10 سنين شايفها، دلوقتي عندي حاجه و30 سنه لسه نازله لسه نازله بقالها شهرين. اوف، لا يعني بقول بقى لها لك 20 سنه بتتصنع. لا يا بقول لك نهار أبيض. مكانها فاضي وغالي. وانتوا شغالين على اليخت ده يا محمد، الميكانيكا بتشتغل، بتأسسوا ميكانيكا صح؟ كله لان انا شايفه مؤسس هنا مواتير وحاجات ولسه في مرحله الصناعه. بص اول ما يبقى فاضل الميكانيكا كله بيخلص، تقوم الجسم. يعني انتوا كده لسه بتكونوا الجسم في المرحله دي، تعتبر مرحله اولى يعني. اول مره في حياتي اجي مصنع مراكب في اسكندريه. بصوا يا جماعه المراكب وهي بتتصنع، بص المركب، يعني المفروض ان دي اول مرحله. بص قد ايه ضخمه وقد ايه كبيره. وموضوع ان هم يقعدوا ياسسوا، هو اصلا بيحط بزياده وبعد كده بيقصقص. أيوة، خلي بالك أيوة. موال، وانتوا بتطلعوا فوق تصنعوها وتطلعوا طبعا. فوق بالمسامير كده زي النجار المسلح. طبعا. يقعد يطلع يعمل لوح 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 يا نهار ابيض. بعد كده بيعزل، بعد كده يمعجن. يا ده موضوع كبير جدا. مركب شكلها جميل جدا بصراحه وهي بتتعمل. يلا بينا. ايوه لا انا شغال بالدنيا ده على بابا الله. يا باشا ربنا يوفقك حبيب قلبي يا كبير. صباح انت صياد اصلا. تيجي كل يوم تاخد مركبك وتتكل على الله على البحر. ما شاء الله. النهارده الجو جامد شويه. النهارده جامد. يعني انت بتسرح السرحه وتنزل تعمل مزاد. ما شاء الله عليك. بقالك كام سنه بقى صياد؟ بقالي بتاع 10 15 سنه. ما شاء الله. بس شكلك عسول كده وامور وما شاء الله صياد شيك. لابس. والله ربنا يا عم يوفقك كل. امال ايش جدع جدع والله. اسمك كريم ايه؟ محمد. والنعم فيك يا محمد. حبيبي يا محمد. حبيبي. والله يا محمد الناس هنا بشوشه وذوق وطيبه وعسل. يا جماعه الاسكندرانيه انا بجد حبيتهم من كل قلبي. والله يا جماعه من اجمل الفلوجات اللي عملتها في حياتي فلوج اسكندريه وفلوج بحري والانفوشي والقلعه والصيادين. لا 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 بجد ممتعه وماشي بتستمتع. يعني انت بتعمل الفلوج وانت مبسوط مستمتع حاسس ان انت بتعمل حاجه جميله. عموما بص، هو الواحد لما بيجي يكتشف يا محمد اي حاجه جديده انا بنبسط بالاكتشاف. انا دلوقتي اكتشفت معاك حاجه جديده بصراحه انا ما كنتش اعرفها. كل المعلومات اللي انا عرفتها منك دي اول مره في حياتي اعرفها، شفتها بعينيا. فموضوع المحتوى ده بيخليني انزل واروح واجي واكتشف. يعني بصراحه حاجه مميزه قوي يعني. سبحان الله. بص قوي جدا دلوقتي. وريحه وكان الجو حر جدا. لا بس دلوقتي سقع. ايوه فعلا الصبح كان حر فعلا. أيوة. ممتع ممتع جدا الغروب في الاطلاله دي. تحفه يا جماعه. والله يا جماعه اسكندريه ما تشبعش منها. انا ممكن اقعد اجي هنا كل يوم كل يوم ومش هشبع من الجمال والهواء والاكسجين ده. عموما يا محمد انا انبسطت قوي بالكلام معاك وانبسطت قوي بالمعلومات اللي انت قلتها لي. بشكرك بجد من كل قلبي. حبيب قلبي. مش عايز اي حاجه. والراجل ده عمال يجري ويستخبى اهو بص كل شويه عمال يلف. الصلاه على النبي. العيال دي يا جماعه والشباب دول بيضحكوا من قلبهم مش بيمثلوا. ده صياد، ده مش جاي يمثل او جاي يحور او جاي ينافق. هو جاي بيضحك من قلبه فاهم ومبسوط. اسمك ايه؟ عادل. حبيبي يا عادل. تركي. حبيبي يا تركي. انت برضه صياد؟ انت شكلك كنت في الميه اصلا. ابوه صياد. انت صياد فبتنزل الميه دلوقتي؟ صياد ابن صياد. انت 15 سنه وبتنزل تصطاد؟ تنزل بايه؟ بتاخد شبك ولا بتاخد؟ شبك ومركب معاك. تاخد شبك وبتاخد مركب؟ لا الازرق. الازرق اللي هناك ده ده مركبك؟ ده وده. دول المراكب دول بتوعكم. تاخد ايه العده اللي معاك؟ باخد غزل ومعجيف غزل ومقاشيف وبوس وبوس وعلبة الغطس وبنزل اشتغل على الله. جيب مياس. مياس. سمك مياس وكبريت وقرنطة. وقرنطه وكبريت وقاروس. بتجيب كل الكلام دوت وتفرش الفرشه وتبيعه؟ لا بابا ودي حلقة.
بتوديه الحلقه. انتوا الاثنين بتنزلوا تصطادوا؟ ابويا طب انت خطر يا ابني تنزل البحر لوحدك كده. 12 سنه وبتنزل تعوم وبتصطاد؟ ما شاء الله عليك. تاخدوا مركب بقى بتخش قد ايه؟ يعني بتعمقوا؟ بنعدوا الطوب ده. تعدوا الطوب اللي هناك ده وبعد ما تعدوه تبداوا تنزلوا. اه بعد ما تنزلوا ترموا الشبك تحت الميه. نرموا الشبك في طوبه كده بنرموها اه تطفش السمك وتضرب في الغاز، السمك يضرب في الغاز. يوم جاي على الغزل تقوم انت طالع شايل الغزل وبتنزل برضو تشيل الغزل بايديك. طب افرض الدنيا ساقعه يا صاحبي هتعمل ايه؟ بتنزل في الساعه دي؟ احيانا بتلبس بدله؟ ما شاء الله عليكم. طلعت من المدارس. طلعت من المدرسه؟ عشان مش غاوي مدرسه. انتوا بتحبوا تصطادوا؟ اخواتي يعني انا انبسطت جدا والله ان انا اتعرفت عليك، وانتوا شباب زي العسل، شباب مكافح، وعايز افكرك ان انت بعد فتره هتبقى معلم كبير ان شاء الله، وانت هتبقى معلم. ما شاء الله يا جماعه، شباب مكافح صغيرين بينزلوا يصطادوا يعني، وهم في السن دوت بيعدوا الصخر اللي هناك ده بعيد جدا، بياخدوا المركب وبيعدوا الصخر وبيقوموا رامين الشبك وبعدين يرموا الطوب فالسمك يطفش على الغزل فيبداوا يطلعوا الغزل، ولو شبكت بينزلوا في السقعه بينزلوا. بس بيقول لي لما البحر بيكون هايج كده او بيكون مثلا كبير بيقولوا عليه كبير، لما البحر يكون كبير ما بينزلوش، بيخلوا البحر يكون هادي. بس هو اصلا بحر اسكندريه طول الوقت كده يعني، انا مش عارف هم ممكن بقى الصبح بيكون اهدى من كده شويه. بصراحه احنا النهارده استمتعنا قوي في اسكندريه، بصراحه والله العظيم استمتعت قوي. شفت حاجات كتير قوي قوي في اسكندريه، ولسه عايز اروح اشوف مكان تاني وانا معاكم، في لسه اماكن معانا. بصراحه اسكندريه ما تشبعش منها وما تخلصش يعني، اسكندريه يا جماعه ما بتخلصش. انا خلصنا المراكبيه وصناعه المراكب، خلينا نشوف مكان مميز ومفاجاه تانيه. يلا بينا. ما ينفعش تكون في بحري وما تجيش طبعا تزور القلعه. تيجي يا باشا تبص على القلعه وعلى الجمال، والقعده اصلا كلها هوا جنب البحر، تحفه جدا. واو يا زكي، ايه الجمال ده؟ الجو روعه. الجو روعه. الراجل ده يا جدعان جاي من المنصوره مخصوص عشان يشم شويه هوا اسكندراني، تحفه. احلى حاجه في المكان هنا يا جماعه ان هو بقاله سنين نفس الستايل ونفس كل حاجه ما اتغيرتش. خلي بالك اليوناني هنا كل حاجه معظمها يوناني روماني، يعني مكتوب النادي البحري اليوناني بالاسكندريه. اجواء تحفه. وبكده احنا المفروض استمتعنا بالاجواء بتاعت القلعه. الهوا هنا غريب جدا، الهوا قوي قوي، الناس كلها جايه، خلي بالك صدفه ان احنا ويك اند فهتلاقي في ناس كتير جدا، والمفروض ان احنا رايحين على مكان مميز جدا. خليكم معايا هيعجبكم قوي، يلا بينا. ده بالظبط نفس الاضاءات نفس الديكورات. فندق سيسل، الديكور بتاعه المبنى شكله بجد تحفه. طبعا في ناس كتير ما تعرفش كوبري ستانلي، بس يا جماعه كوبري ستانلي دوت هنا في اسكندريه علم من اعلام اسكندريه، والمفروض ان هو كان في فتره كده ممنوع ان الناس تتمشى او تبص منه او تعدي من عليه. دلوقتي طبعا ما فيش اي عربيات ينفع تقف عليه، بس الناس تقدر تدخل وتتمشى. طبعا احنا هنا في اسكندريه مش هتعرف تعدي الطريق، فبننزل من هنا من السلم نعدي الناحيه الثانيه. لا اسكندريه موال. تنزل سلالم تطلع سلالم تعدي النفق تخش النفق. كويس ان في نفق حتى شكله نظيف يعني. زمان الانفاق دي كنت بتلاقي فيها ناس نايمه وكنت بتلاقي فيها شحاتين، فدلوقتي كويس ان النفق حاجه حلوه. واو بص بقى انت بتطلع من النفق، شوف الجمال. ايه ده ايه ده، انا حاسس ان انا بعمل مديتيشن بجد، الموضوع ممتع قوي. اوب 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 امسك. شفت بقى شفت بقى ينفع كده؟ هو انت قصدك ترميها؟ انت قصدك ترميها؟ هو انت رميتها ليه؟ انا اهو طب هو بيرميها ليه؟ بيرميها ليه؟ لا لا هو بيرميها ليه يعني؟ عشان يصور ولا عشان يوقف عربيه؟
عشان خلص فبيرميها. خلص فبيرميها. ايوه، طب هو بيبيع ايه ولا بيعمل ايه؟ كانوا عاملين عيد ميلاد تحت. فرماها. هو انتوا شغالين مصورين هنا؟ ما شاء الله يا عبد الرحمن، انت تحس ان انت بريطاني طبعا. روماني يوناني حاجه اسكندراني. الناس عسل جدا بجد، شباب اسكندراني عسل وعيال رايقه جدا، وبينزلوا يقلبوا رزقهم في موضوع التصوير دوت يعني. ودي حاجه او ظاهره شفتها في ناس كتير جدا بدات هنا في اسكندريه تمسك كاميرات بتعرض على الناس تعال اخدك صوره، الصوره بكام، يعني بيظبطوا الدنيا. الصوره بكام بقى صاحبي؟ 10 جنيه. 10 جنيه ده رخيص جدا. يعني كاميرا بجد والله ده رخيص جدا، يعني كاميرا بروفيشنال وتصوير بروفيشنال مع كوبري ستانلي و10 جنيه بس، والله رخيص جدا. وبتبعتها له بقى على الواتساب ولا بتعملها له ازاي ولا؟ واتساب، شير، اي حاجه بتوصل له بقى. توصل له. طب على فكره انا شايف ان دي ارخص صوره فوتوغرافي في العالم، والله العظيم 10 جنيه يا جماعه صوره فوتوغرافي. يعني لو انت مثلا في اي دوله سياحيه او في اي دوله عموما ولقيت واحد فوتوغرافي استحاله يديك الصوره ب 10 جنيه. انت اسمك ايه؟ عمر. عمر منين بقى يا عمر؟ من اسكندريه. من اسكندريه اصلا؟ وما شاء الله. وتعلمت التصوير امتى بقى ولا انت ايه الدنيا؟ 2017 كنت واخدها هوايه. بعد كده انتشرت. بس ما شاء الله انا كل ما اروح حته بص اهو مصور اهو ومصور اهو بيرقص ومشغل اغاني ورايق. يعني في كتير يعني عشان ب 10 جنيه عشان المنافسه شديده يعني، او المصورين كتير، ولا انت حسب العميل؟ لا على حسب، لا مش فكره على حسب العميل، هي المفروض اصلا في اصول اللي هي الصوره ب 10 جنيه. هو ده العرف يعني. 10 جنيه 15 جنيه بس. عموما يا باشا ربنا يوفقك، وبجد انا انبسطت. وشباب بيكافح. انت بتدرس ولا مخلص ولا ايه ظروف؟ مخلص. شباب يعني انا بشوف ان هو بيكافح وبيشتغل وبياكلها بالحلال احسن بكتير جدا من ان هو يمشي شمال. الحمد لله. اي اوامر تسلم. يا باشا، انا بحييك بجد واستمر. احنا كده يا جماعه وصلنا كوبري ستانلي، علم بجد من اعلام اسكندريه. طبعا انتوا اكيد عارفين ان في افلام كتير جدا جت واتعملت في المكان ده. ايه رايك في كوبري ستانلي يا زكي؟ انت اكيد بتيجي. على فكره انا جيت اسكندريه كتير واول مره امشي عليه. اول مره تمشي هنا على كوبري ستانلي؟ كل مره ببقى جايب العربيه واكسر ارجع. لا بس هو اسكندريه الهوا كوبري ستانلي الشواطئ كلها بتديك بهجه. الصوره بكام؟ حبيب قلبي الصوره بكام؟ 10 جنيه بس، رخيصه جدا 10 جنيه. بس انت شاطر انك انت بتاكلها بالحلال. الله ينور. وانت اسمك ايه؟ شكري. ما شاء الله عليك يا شكري، اسم كبير على سنك يا شكري. تحس ان اسمه كبير يعني. عنده كام سنه؟ 20 سنه ما شاء الله. 17 يا باشا. بتاكلها بالحلال في بلدك احسن ما تركب مركب وتروح وتيجي وتعمل. يا باشا قاعد في بلدك راسك مرفوعه. الله ينور يا شكري، تسلم. ناس بصراحه عسل. انا بحب جدا الشباب اللي بتشتغل بما يرضي الله وبتشتغل تاكل عيش. اهو مصور اهو عامل ايه؟ ما شاء الله يا جماعه. شوف كام مصور احنا قابلناه هنا في اسكندريه كتير جدا. في بقى ناس بتبقى جايبه العده بتاعتها اللي هي عده التصوير، بيكونوا محترفين شويه. السلام عليكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ ما شاء الله يا جماعه مصورين كتير. يعني مهنه سهله وفي نفس الوقت 10 جنيه للصوره ولا اي حاجه، يعني رخيصه جدا جدا. 10 جنيه ايه يا عم؟ 10 جنيه ايه الصوره اللي انت هتاخدها ب10 جنيه؟ تعتبر ببلاش بصراحه يعني هو كده يديها لك ببلاش. واو جميله جدا جميله. شامم ريحه الذره ترمس يا جماعه. تحفه الكورنيش تحفه. خلي بالك الكوبري احسن حاجه. شوف يعني مع انه زحمه وان واي يعني. عجبني جدا العمود منور اخضر يعني كله يعدي. المكان ده يا جماعه اسمه رومل باي، فيه بسين والعاب اطفال وكافيه ومطعم جميل جدا. هنا طبعا جنب الفندق وجنب كوبري ستانلي. اجواء تحفه. الاعداد بصراحه عجبتني قوي قوي يعني. يا باشا اسكندريه ما بتهزرش. عائلي يبقى عائلي، شبابي يبقى شبابي، شغل عالي جدا. بامبينو تحس انها ايطالي. اعداد جميله جدا يا جماعه. واو المكان هنا رايق
تبقى قاعد شايف كوبري ستانلي وشايف القعده، اجواء عالميه يا جماعه. صوت البحر لوحده مديتيشن، صوت البحر لوحده بجد علاج طبيعي والله العظيم. شاب قاعد هنا بيصطاد، حاسب تقع يا عم الحاج. واو ما شاء الله، مكان كبير جدا. احنا كل ده ماشيين في المكان، تخيل كبير قوي يا جماعه. انا بيتهيألي في الصيف المكان ده مفيش ترابيزه فاضيه، اكيد مليان على الاخر، لان هو بجد مكان حلو يعني يستاهل. خلي بالك يعني هو المفروض ان اليوم هنا ب 300 جنيه تيجي تقضي يوم تستخدم حمام السباحه. المكان هنا جميل جدا، بس الصبح هيبقى احلى وشكله هيكون احلى بكتير. لا خلي بالك يا احمد، احنا لازم نيجي هنا الصبح بجد. الاطفال 150 والكبار 300. الميه نقيه جدا. المكان ده تحفه، حمام السباحه فوق، الميه تحت، تدخل ب 300 جنيه، كافيه رايق، ماتشات، روقان، وجبات، مطعم. اسكندريه يا جماعه، انا عايز اعيش في اسكندريه. كفايه اصلا الهوا ده. مفيش مكان تحفه كده عمرك تلاقيه في القاهره ولا تلاقيه في الجيزه ولا تلاقيه في اي مكان في مصر بصراحه. ودخوله اصلا ب 300 جنيه، يعني انت بتتكلم 300 جنيه تقعد تنزل حمام السباحه، تنزل الميه، الحمام، وجبات، تحفه، ماتشات، تلفزيونات، قعدات، كل ده ب 300 جنيه بس. اجواء اسكندريه يا جماعه ما يتشبعش منها حرفيا. عموما احنا كده وصلنا لنهايه جولتنا، لنهايه الفلوج بتاعنا في اسكندريه. وما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الفلوج الجاي. سلام.